ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على اوردر مانجمنت كنترولر. عرفنا ازاي اللي احنا نجيب الاوردرز بتاعتنا عن طريق اللي احنا نعمل فلتر بالستاتس او باي ديت رينج. بعد كده كنا قادرين ان احنا نعمل ابديت للستاتس بتاعت الاوردر عن طريق ترانزيشن 2. وترانزيشن 2 دي احنا كنا حاطينها في الاوردر دوت بي اتش بي الاوردر موديل، وكنا بنتأكد ان هو فعلا بيتم عملية ان هو هيغيرها هتكون نيو ستيتس ولا لأ. وهنا كنا برضو بنتأكد ان هل الستيتس اللي هو رايح يغيرها لستيتس جديدة مناسبة للبيزنس لوجيك بتاعنا ولا لأ. بعد كده هنا قلنا ان احنا هنخزن كل حاجة في الستيتس هيستوري عشان يبقى معانا اوديت على لوجز اللي حصلت قدام مننا. تمام. بعد كده هنا هيبقى عندنا dispatch للاوردر ايفنت، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هو اننا هنعمل ايفنتس، والايفنتس دي هتكون بتفاير ريل تايم ابديت. ريل تايم ده هيحصل عن طريق ايه؟ هيحصل عن طريق ريفيرب. طيب ريفيرب دي هي ويب سوكيت سيرفر معمول خاص بلارافيل. فانت دلوقتي مثلا لو حبيت ان انت تشتغل على سيلف هوستد ويب سوكيت سيرفر، مش حاجه خارجيه زي مثلا بوشر او تويلو او اي ويب سوكيت سيرفر تاني انت ممكن تستخدمه كسيلد بارتي. لا، انت ممكن هنا عن طريق ريفيرب ان انت تسيت اب يور اون سيلف هوستد ويب سوكيت. تمام. فطبعا هنا التكلفة بتكون عليك انت، لان انت اللي بتختار السيرفر اللي يقدر يتحمل مثلا الكراود الموجود عليه، بدل ما سيرفيس تانية بتدفعك مقابل الكراودنج اللي بيحصل عليها. طيب بتعمل ايه بقى الريفيرب او ويب سوكيت دي او ريل تايم ابديتس؟ اللي بيحصل انك بدل ما تغير في مثلا جزئية خاصة بالاوردر، والاوردر هنا بعد ما نغير لازم العميل يعمل ريفرش عشان يوصل له التغييرات بتاعتك. لا، هو العميل مش هيضطر يعمل ريفرش. اول ما انت تغير في الستاتس بتاعت الاوردر هتوصل على طول للعميل، فهو يبقى كده في حاجة اسمها ريل تايم ابديتس او ريل تايم تراكنج للاوردر ستاتس. تمام. كذلك لما الدليفري يقدر اللي هو يوصل الاوردر بسلام للعميل، ساعتها لما هو يحول الستيتس بتاعته لدليفري، ساعتها هتظهر عندك في الداشبورد انت كادمن، وهتظهر للعميل في الموبايل ابلكيشن بتاعه او هتكون في الويب سايت ايا كان اللي هو بيستخدمه، ان هو تم عملية التسليم بنجاح في الناحيتين مرة واحدة. تمام. وكذلك لو انت عندك اكتر من يوزر شغال كادمن للويب سايت، ساعتها هيقدر ان كل اليوزرز يسمعوا نفس الايفنت اللي حصل في نفس الوقت. طيب يلا بينا بقى نبدأ ان احنا نعمل configure للارافيل ريفيرب عندنا. اول حاجة هنعمل انستول للبرودكاستنج. نيجي كده نفتح التيرمينال، وهنا هنقول له php artisan install broadcasting، وده هيعمل معانا اتنين فايل. اول فايل هو هيكون البرودكاستنج اللي هو هيكون configuration فايل. مش مهتم قوي ان انا اعرف هو حصل فيه ايه الكونفيجريشن فايل، ولكن تعالى كده اوريها لكم. هنا بيقول لك ريفيرب، والدرايفر بتاعك هيكون ريفيرب. هنا هيدي لك حاجه اسمها ريفيرب اب كي. ده في حاله ان انت مثلا عندك فرونت اند منفصل، مثلا عندك فرونت اند زي فيو او رياكت منفصل، عاوز ان انت تحط الريفيرب اب كي او ريفيرب سيكريت والريفيرب اب اي دي عشان تقدر انت تعمل كونكت على الريفيرب سيرفر اللي انت بتعمله حالا دلوقتي. او في حالة ان انت عندك ابلكيشن موبايل ابلكيشن زي مثلا اندرويد او رياكت نيتيف او حتى ايونيك، فانت ممكن برضو تبعت له الحاجات دي برضو وهو هيشتغل عليها. عندك هنا برضو بوشر، بحيث ان هو يكون درايفر خاص بقى بالبوشر لو انت عاوز تشتغل على بوشر. وهنا في اكتر من درايفر تاني اللي هو اسمه ابلاي. الاحسن طبعا ان انت تختار ريفيرب، ده هيكون فور فري وسيلف هوستد. اما هنا بوشر فانت هتستخدم السيرفر خاص ببوشر، وده طبعا احنا مش عاوزين نوصله. ده بالنسبة للوج. بالنسبة بقى للchannel دوت بي اتش بي، ده بقى اللي هيكون في الراوتنج اللي هو بيتعمل للايفنتس اللي انت هتعملها. خلينا دلوقتي بس في بقية الكونفيجريشن اللي احنا بنعملها خاصة بالريفيرب. هنروح كده على الاي ان في،
هنلاقي ان هو ضاف لنا حبة حاجات تحت كده اسمها ايه ريفيرب اب اي دي وكي وسيكريت. والحاجات دي بتحصل اول ما انت تعمل انستول للبرودكاستنج بتاعك. وهنا هيكون عندك حاجة اسمها فيت في حالة انك عامل حاجة اصلا اسمها انيرشا جوه الابلكيشن ذات نفسه. فمثلا عامل رياكت ويز انيرشا او عامل فيو ويز انيرشا. بالمناسبة احنا عندنا كورسين شغالين دلوقتي بيشرحوا رياكت ويز انيرشا وفيو ويز انيرشا. فلو انت عاوز تعرف يعني ايه انيرشا روح اتفرج على القناة، هتلاقي فيه كورسين بيشتغلوا على انيرشا. تعالى بقى ندخل على الجزئية التانية وهي create الأوردر status event exchange. هنا بس بيطلب منك حاجة أخيرة، يعمل install للنود dependencies في حالة إنك لو شغال بمثلا بليد أو زي ما أنا قلت لك بليد أو لايف واير أو حتى نشا. فهو بيطلب منك إن هو ينزل حاجة اسمها ايكو. فأنت هنا قول له يس، مفيش مشكلة. بس لو أنت عارف إن أنت دايما هتشتغل بمجرد API، لا يبقى انت هتحتاج بس ان انت تعمل انستول ل broadcasting و channels، مش اكتر من كده. طيب هنا بقى هنبدأ ان احنا نقول له ايه، عاوزين نعمل PHP artisan make event. والايفنت ده هيكون اسمه order status changed. الايفنت ده حصل في app folder، هتلاقي حاجة اسمها events تحت الإينة، وهتلاقي الايفنت مكتوب عندك بالشكل ده. طيب اولا الايفنت عشان يبقى موجود في البرودكاست، لان خلي بالك الايفنت هو اكتر من حاجه، الايفنت ممكن يعمل اكتر من حاجه، ولكن عشان هو يبقى موجود في البرودكاست لازم تضيف له حاجه اسمها ايه implement should broadcast. يعني انت لازم تجبره ان هو ايه يعمل implement للبرودكاست. طيب هنا بيقولك ان هو بيستخدم traits دي، هي هتكون dispatchable interact with sockets وبيعمل serialize للموديل. جوه بقى الكونستراكت احنا ممكن نبدأ ان احنا نعرف حبة حاجات مهمة جدا، واللي هو هيكون مثلا ال public order، وهنبدأ ان احنا نعمل import للorder model. وبعدين طبعا محتاجين ال previous status، ومحتاجين ان احنا نجيب برضو اللي changed by، يعني هو اتغيرت بواسطة مين. وهنا احنا لما نيجي نتكلم عن الاوردر احنا لازم نخليه يجيب حبة معلومات مهمة جدا بالنسبة لنا، وليه هتكون اليوزر وكمان البرودكت. بس البرودكت الموجود جوه الايتم اللي هو يوزر كان عاوز يعملها اوردر، فهي موجودة فين في الكارت ايتمز. فهنا هنقول له this order load user، وهنا load معايا كمان items dot product. بعد كده بقى بنيجي على حاجة مهمة جدا اسمها broadcast on. هنا بقى المكان اللي اليوزر هيبدأ ان هو يسمع منه في اكتر من حاجة ممكن اليوزر يبدأ ان هو يسمع منها الداتا اللي ممكن تجيله عن طريق الايفنت ده. يا اما تعمل حاجة اسمها private channel، يا اما تعمل حاجة اسمها public channel. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق واضح جدا. private channel معنى كده ان انت هتبعت الابديتس اللي بتحصل مع الداتا بتاعتها، ولكن عن طريق يوزر واحد بس. يعني انا دلوقتي مثلا يوزر بتاعي يوزر واحد او يوزر اتنين، يوزر اي دي اتنين مثلا، الشانل واحدة بس هو اللي يقدر يسمعها. طيب اي يوزر تاني لو دخل على الشانل دي مش هيقدر يسمع حاجة، ليه؟ لانه هو اصلا مش هيقدر يدخل على الشانل من الاصل. اما البابليك تشانل فهو كل الناس ليها اكسس على البابليك تشانل. طب ازاي اصلا اعمل الشانل عادية من برايفت تشانل؟ فكل الحكاية ان انت هتمسح برايفت دي وهتخليها تشانل بس، دي كده انت عملت الشانل بابليك. تمام. عاوز تعمل برايفت تشانل هتضيف برايفت تشانل بالشكل ده. وهتلاقي كمان الفرق هنا، هتقول له هنا لو eliminate broadcasting channel او eliminate broadcasting private channel. طب انا مثلا عاوز اليوزر يكون موجود عندي طول الوقت، وعاوز ان هو يسمع اي حاجة بتحصل حتى لو هو مش مهتم بيها. انا بس كل الحكاية ان انا عاوز اليوزر يكون ثابت وجوده عندي في الموقع. فهنعمل حاجة اسمها presence channel. presence channel دي ممكن مثلا تستخدمها مع حاجة زي مثلا ايه chat application، لما انت بتعمل users يا اما اونلاين يا اما اوفلاين. ف presence channel هي بتشوف اذا كان اليوزر اونلاين وقاعد مثلا على الابلكيشن،
فساعتها البريزنس تشانل دي بتفاير وبتفضل مفتوحة كونكشن بينك وبين اليوزر لغاية ما اليوزر يقفل الابليكيشن بتاعك. ولكن للأسف بريزنس تشانل انت لازم تستخدمها مع كونكتور، مينفعش عن طريق الاي بي اي. ولكن في حالة الشانل العادية او برايفت شانل فانت اوريدي بتعمل فاير للايفنت، فعادي ممكن تفاير الايفنت عن طريق اي بي اي، مفيش مشكلة. تمام. احنا هنا بقى هنعمل ايه؟ هنقول له عاوزين اليوزر دوت، بعد كده هنقول له هنا دمج ما بين النصوص، وبعد كده نقول له this order، والاوردر ده هنخصص معاه كمان اليوزر اي دي. يعني لازم اليوزر اي دي بتاعه كذا هو ده اللي يسمع الايفنت ده، هو اليوزر اي دي بتاعه بيماتش مع اليوزر اي دي بتاعنا. معنى كده ان الناس كلها هتسمع لاوردرز بتاعتها، بس محدش يقدر اللي هو يسمع ايه اوردر بتاع حد تاني. تمام. فدي الفكره من انك بتحدد الاي دي في كل تشانل. فمعنى كده ان انت مثلا هيكون عندك حاجه بالشكل ده يوزر دوت اي دي واحد دوت اوردرز. تمام. وهكذا بقى ممكن برضو يكون عندك user دوت تو دوت اوردرز. معنى كده اللي هو ايه، ده يوزر اي دي وده يوزر اي دي، وده بيسمع الاوردرز بتاعته والابديتس اللي بتحصل عليها، وده بيسمع الاوردرز بتاعته والابديتس اللي بتحصل عليها، والاتنين عمرهم ما هيشوفوا بعض لان دول كده الاتنين اخدوا التشانل مختلفة. طيب حد يقول لي ما انا ممكن اروح مثلا اجرب كذا تشانل، هقول لك ماشي، ولكن انت لازم تعدي من layer 2 اللي احنا هنعملها في الchannel دوت بي اتش بي بعد شوية. تمام. فاحنا نكمل نقول user id بعد كده دوت orders. انا هنا بقى ممكن اعمل private channel ولكن for admins بس. واللي انا هقوله هنا ان ممكن الادمن يسمع global admin orders بحيث اللي هو يسمع كل التشانلز دي ويسمع عنده مثلا انا هنا عملت ابديت على اوردر خاص بيوزر الاي دي بتاعه مثلا 33، فادمن تاني قاعد على نفس الداشبورد ولكن في مكان تاني يقدر اللي هو يسمع عنده او يبعت له نوتيفيكيشن اللي هو تم عمل ابديت للاوردر ده، فعشان هو ما ياخدش اجراء تاني ويقول له مثلا ان انا هعمل ابديت ليه مره تانية، فيبقى كده حصل مثلا مشكله بالنسبه لي بيزنس لوجيك عندك. تمام. انا عارف ان ده مش واقعي شويه بالنسبه مثلا اللي هو وان فيندور اي كوميرس، ولكن انا بس بديلك اكتر من مثال عشان تفهم الكونسبت مش اكتر من كده. طيب بعد كده بقى انا هنا بقول له انا عاوز اعمل حاجه اسمها broadcast as، وهنا بدل ما انا اقول للمستخدم ان هو يروح يعمل كونكت على order status changed او whatever اسم الكلاس هنا، لا انا بس بغير اسم الكلاس بحيث ان هو يكون اسم اقدر ان انا اشتغل بيه في اي ابلكيشن تاني، وليكن مثلا فلاتر او رياكت نيتف او اي ابلكيشن تاني. فانا هنا مثلا بديله اوردر ستيتس مثلا ستيتس ابديتد او اي حاجه تانية انا ممكن اكتبها هنا. طيب فهو ده اللي هيعمل كونكت عليه مش اسم الكلاس. تمام. بعد كده بقى انا هعمل public function واللي هي هتبقى مسؤولة عن ايه، مسؤولة عن ان هي تعمل broadcast with data. طبعا هنا عشان عامل return للarray، انا هنا مثلا عشان في local environment وانا عاوز اشوف كمان اتست الحاجة اللي عندي، فانا عاوز اعمل بدل ما ارجع array على طول عاوز اعمل variable. الفاريبل ده هيكون باسم مثلا broadcast data. تمام. بعد كده هنا احط array بتاعتي، بعد كده هنا جوه broadcast data انا هبدأ ان انا احط له الانفورميشن بتاعتي، وليكن مثلا ان انا هنا عاوز يكون معايا order id والorder number والcurrent status والcurrent status label. وهنا get label دي عن طريق اللي احنا كنا حاطينها هنا في الانم order status، قلنا ان احنا هنعمل get label function، والget label function دي هتبدأ ليها تجيب الاسم بتاع كل enum موجود عندنا. تمام. بعد كده هنا هنقول له عاوزين ال previous status. طبعا احنا عارفين ال previous status بتيجي منين، بتيجي من الكونستراكتور احنا نستقبلها هنا، فهي ممكن تكون null او ممكن تكون مبعوثة ل transition 2 ودي هنشوفها ان شاء الله دلوقتي. وهنا changed by برضو بتيجي من الكونستراكتور اللي احنا هنبعتها، وهنا الاوردر total، وبعد كده نقول له
تم عمل ابديت على الاوردر ده في الوقت كذا، وكمان بنبعت له اليوزر داتا وليكن مثلا الاي دي والنيم والايميل. بعد كده هنا بنقول له عاوزين ايتم كاونت، قد ايه ايتمز كانت موجوده جوه السله بتاعته اللي هو الكارت. تمام. وبعد كده هنا هتقول له ايه، انا عاوز كمان اعمل add logs to broadcast data، وهنا هتقول له انا عاوز الوج الداتا دي. فانا طبعا هستدعي اللي هي اللوجز الموجوده فين في eliminate support facade. بعد كده هنا هقول له info log. تمام. بكل البرودكاست اوردر ستيتس اللي تشينج اللي حصل. بعد كده هنا اعمل جيسون انكود بحيث ان هو تكون معمول عندي بشكل انكودنج كده بشكل جيسون. هنا ابدا ارجع البرودكاست داتا واعمل سيف كده. طيب انا هنا اشتغلت على الاوردر ستيتس تشينج ايفنت، ولكن مش عارف بقى ازاي اخلي الايفنت ده يفاير، وازاي اصلا ابعت له الداتا الموجوده هنا دي، وازاي كمان اوصله بيه للشانل. اول حاجه انت كده لو رحت للابلكيشن عندك، ايه الحاجه اللي انت بتشغلها جوه كنترول اللي عندك عشان تقول ان مثلا حصل هنا تغيير في الستيتس عندك؟ يعني مثلا ابديت ستيتس، انت هنا بتعمل اوردر ستيتس، بتجيب الاوردر ستيتس اللي لما بعتلك، وبعد كده بتعمل ايه، اوردر ترانزيشن تو. يبقى ترانزيشن 2 دي هي المسؤولة عن ان هي بتبعت لك ايه، النيو ستيتس والاوس وكمان النوتس. فمعنى كده ان ترانزيشن 2 دي هي اللي بتعمل فاير الاوردر ابديت، صح؟ فهنا هنبدأ احنا نحط الايفنت بتاعنا، هنعمل له dispatch من هنا. طيب بما ان هو الايفنت بتاعنا موجود فيه تريت اسمه dispatchable، معنى كده ان احنا بكل بساطة ممكن نقول له هنا ايه، order status changed، لكن نعمل له use، لكن هنا نقول له ايه dispatch. بس في الديسباتش احنا هنبدأ ان احنا نبعت له الحاجات اللي احنا كنا حاطينها في الكونستراكتور هنا، الاوردر والبريفيوس ستاتس والتشينج باي. بما اننا اصلا موجودين في ترانزيشن 2، وترانزيشن 2 هي بتاخد بارامتر بنفس الشكل ده، فاحنا هنا هنقول له بما اننا موجودين في الاوردر، واحنا اول بارامتر عندنا هو هيكون اوردر، فاحنا هنقول له ايه، عاوزين this، لان هي دي بتشاور على الاوردر، على الاوردر كلاس. وعاوزين بقى الاولد ستاتس اللي هي هتكون بالنسبه لنا البريفيوس ستاتس. ففين بقى الاولد ستاتس هنا، this status، هي دي الاولد ستاتس بتاعتنا، صح؟ فيا اما احنا هنا نقول له this status، بعد كده value، عشان احنا هنا بناخد string فاحنا لازم نطلع الفاليو بتاعها، او اننا نستخدم الفاريبل اللي احنا اصلا كنا عاملينه هنا اللي هو هيكون old status، ولكن مع اننا نجيب الفاليو منه. بعد كده هنا هنقول له ايه، والله لو الchanged by موجودة ماشي مفيش مشكلة، انت لو بعتها لي عن طريق البارامترز دي ف it's okay، ممكن اخدها عندي. طب لو هي مش موجودة، والله جيب لي الاوس نيم. وفي حالتي هنا انا ما عنديش اوس نيم، انا عندي هنا اوس يوزر. بعد كده ابدأ ان انا اجيب منه النيم بتاعي. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل dispatch للايفنت بتاعي. طيب في طريقة تانية ان انا اعمل بيها dispatch، ممكن هنا اقول له event، وده helper function بتساعدني ان انا اعمل dispatch لاي event، واعمل هنا new، وبعد كده اقول له هنا order status changed. انا كده عملت new object من order status changed. بعد كده هنا هبدأ ان انا ابعت له نفس الداتا اللي انا بعتها له هنا. يبقى انا قادر ان انا اعمل dispatch عن طريق dispatchable trait، عن طريق ان انا اقول له هنا dispatch، او هنا هقول له ايه event، بعد كده اروح اقول له انا عاوز افاير الايفنت ده بالذات. فاي طريقة انت تحبها، انا بصراحة برتاح اكتر للطريقة اللي هي اسمها order change بعد كده dispatch. تعالى بقى نشوف ال channel authorization. هنا عشان نبدأ احنا نقول لكل يوزر لازم يأكسس على اليوزر اوردر channel الخاصة بيه بالاي دي بتاعه، وانا مش كان عندي كده حاجة بالشكل ده. هنا انا عاوز اعمل broadcast
والبرودكاست ده زي كده ايه الراوتر او الروت اللي انت بتعملها في الويب دوت بي اتش بي او الاي بي اي. تمام. ولكن هنا بتفرق اللي انت بتقوله هنا ايه، انا عاوز التشانل، والتشانل بتاعتي هتكون عامله ازاي، هتكون عامله بنفس الاسم او نفس الشكل اللي انت بتبعت بيه للراوتر، ولكن مختلف شويه في الاوثنتيكيشن. ازاي مختلفه في الاوثنتيكيشن؟ يعني انت هنا مثلا هتقول له يوزر دوت، بعد كده هنا تقول له انا عاوز ابعت اليوزر اي دي بتاعي. تمام. بعد كده هنا هتقول له اوردرز، نفس الشكل اللي انت كنت عامله هناك، صح؟ ولكن هنا هتفرق في ايه بقى؟ تفرق ان الفانكشن او كلوجر اللي هو بياخدها الناحيه التانية دي اللي هي الكول باك بتاعته هي عباره عن اوثنتيكيشن للتشانل دي. هنا بقى انت مش بتحط ميدل وير، انت هنا بتحط اوثنتيكيشن لكل تشانل على حسب انت عاوز تعمل ايه بالتشانل دي. فهنا هقول له مثلا انا عندي فانكشن، الفانكشن دي هتكون بتاخد ايه، بتاخد اليوزر as a user، وفي نفس الوقت هو بيتبعت لها ايه user ID. فخلي بالك ان هنا user ID هنا عامله زي ايه، زي parameter اللي انت بتبعته فين، اللي انت بتبعته في الويب او في ال API زي كده مثلا. فخلي بالك قوي بقى من التسميات هنا. انت هنا مثلا لو كتبت user او ID بس، فهنا هتكتب ايه ID بس وهيكون integer. ولكن بما اننا كنا كاتبين هنا user ID، فما فيش مشكلة احنا ايه نكتبه هنا integer user ID بالشكل ده. وبعد كده اهم حاجة بقى اللي انت تحاسب على ايه، على فكرة الريتيرن دي. دايما لازم تبقى الريتيرن بتاعتك بترو. عشان كده انا بقول لك ايه، ده الاوثنتيكيشن بتاعك. لو حصل ترو في الكونديشن اللي انت عملته هنا ده، معنى كده ان اليوزر يقدر يعمل ايه ليسن على التشانل دي. لو ما حصلش يبقى انت كده خليت اليوزر ما يقدرش يعمل ليسن على التشانل دي. طب لو حصل ليوزر تاني مختلف، يبقى المشكلة من عندك انت، مشكلة من عندك في الكونديشن ده. الكونديشن ده ممكن يكون اطول من كده بكتير، ممكن تعمله فانكشن خاصة بيه. المهم ان هو يكون في الاخر خالص بيرجع ترو. يعني حتى لو انت رحت عملت له فانكشن خاصة بيه، اهم حاجة ان هو يعمل ايه في الاخر، تقول له مثلا if حصل الكونديشن ده، معنى كده انت ايه هتعمل return true اهم حاجة، او return false على حسب الكونديشن بتاعك ما هو هيرجع ازاي. تمام. بس هنا عشان هنا بسيط جدا، فاحنا ممكن هنقول له ايه user id لو هو بيساوي user id المبعوث على اساس ان هو يكون id خاص بالchannel، فمعنى كده ان انت اعمل ايه return true. هنا بقى انا ممكن اعمل ايه broadcast channel، بعد كده اقول له هنا admin دوت اوردرز، ودي اللي احنا كنا عاملينها هنا admin دوت اوردرز، بس دي جلوبال شويه لان كل الادمنز بيسمعوها اصلا. فانا هنا مش محتاج ان انا اجيب الاوثنتيكيتابل اي دي، انا هنا محتاج بس ان انا اقول له ايه لو اليوزر عندي has role اسمها admin، معنى كده رجع لي true. طب لو اليوزر ما فيهوش ميزه دي، فمعنى كده ان هو ايه هرجع لي false، معنى كده لو مش هيقدر يسمع اي حاجه خاصه بالادمن اوردرز. حتى لو هو صاحب الاوردر، لازم عشان يبقى صاحب الاوردر لازم يسمع عن طريق الشانل دي. لو هو مش صاحب الاوردر وهو عنده رول اسمها ادمن، معنى كده ان هو يقدر ايه ان هو يروح يسمع عن طريق الشانل دي. طب لو هو ما عندوش الاتنين، مش هيقدر يسمع حاجه خالص. عشان تعمل راننج بقى للسيستم بتاعك اللي هو السيرفر خاص بيه ويب سوكت، فانت اوريدي بتكون عامل ايه PHP artisan serve. طبعا اونلاين انت مش هتعمل PHP artisan serve، انت كده كده اصلا هتكون شغال على سيرفر، فمش هتضطر ان انت تشغل سيرفر محلي زي كده. وبالاخص ريفيرب مش بتشتغل غير على VPS. حاول انك لو اشتغلت ريفيرب في اي وقت من الاوقات انك يكون عندك VPS او كلاود سيرفر لازم يكون شغال، وكمان تقدر ان انت تشغل عليه ال SSH وتقدر ان انت تكونكت عليه في اي وقت وتلاقيه شغال. مينفعش ان هو حد مثلا يقول لي انا بشتغل بالكورن جوبز وكل مثلا ما تتقفل سيشن افتح سيشن تانية. الموضوع ده بيحصل لك يا اما حاجتين، يا اما بان من shared hosting، يا اما انك مش بيكون معاك efficient
سيرفر تقدر ان انت تشيل عليه عدد كبير من اليوزرز. concurrent users مش بتكلم على يوزرز مثلا انت مثلا عندك 2000 3000 يوزر بيدخل لك في كل يوم، بسم الله ما شاء الله، ماشي جميل جدا، ولكن انا بتكلم على concurrent users اللي هو مثلا انا عندي مثلا من ال 3000 دول اللي بيدخلوا كل يوم 10 مثلا قاعدين في الوقت الحالي. لا انا بتكلم بقى مثلا لو انت عندك 3000 يوزر قاعد في الوقت الحالي، ساعتها انت هيبان عندك المشاكل في الكورن جوبس بتاعتك. بعد كده هنا هتقول له ايه PHP artisan. بعد كده هنا اقول له reverb start. ممكن تعمل داش داش ديباج بحيث ان هو لو في اي مشكلة تقدر ان انت تلاحظها في خلال الديباجنج بتاعك، ولكن في العادي انت بتقول له reverb start عشان يبدأ اللي هو يستارت الهوستنج بتاعك. تمام. طبعا ده بيريفير على اللوكال هوست، بس لو انت شغال اونلاين فهو كده كده اصلا اللوكال هوست بتاعك هو كده كده الاي بي بتاع السيرفر بتاعك او الفي بي اس بتاعك. او ممكن انت تعمل سبيسيفاي على حاجه معينه، ممكن تقول له هنا ايه انا عاوز اعمل داش داش هوست، وليكن مثلا ايا كان الهوست بقى اللي انت بتعمله، وليكن مثلا 10.10.1. انا عارف ان هو ممكن يطلع غلط لان هو مفيش اي بي بنفس الشكل ده، ولكن انت ممكن تحدد بيه مثلا الاي بي بتاع الجهاز بتاعك، وليكن تفتح مثلا سي ام دي وتقول له هنا اي بي config، وكده بقى شغال مثلا على الاي بي اللوكال الموجود جوه النتورك بتاعتك، بحيث ان انت تقدر تشغل مثلا على التليفون بتاعك او تقدر انت تشغله على ايميليتور عشان يبقى شغال عندك كويس. تمام. وبس كده.